ماشي بالضبط، خاصك تكون قارئ. كاين اللي قراتو الحياة، داكشي اللي ما قراتوش المدارس. في اعالي جبال تيزينتاس كنلقاو نماذج كثيره ما دخلوش فصول الدراسه بحال الدحماد. غرس يدينو غرس اللي كان تحفه. اشكون الا درنا هو 1925 اغلو غرسه يتوسن عالميا، ولكن المغاربه ورثن. وكان انتني المسؤولين الله يجزيكم بخير. انت ما زرت توضيع، انت ما زرت نهمشت، يهمشت المواطنين تهمشت الدوله. اول حاجه المواطنين يرسون في الحقن، الثانيه ورتجسني ويانا. وبحال دار حسن مول الشقوقات اش الحين راني كني خصما زيرتنا اش الحين راني سلمي خينا راني سلمي شننا نكي تعرف بحرمي غسنخ ورقي بلا امي اتدربجنا وال. هاد الاشخاص علماتهم الحياه دروس في العيش الكريم والكلام النبيل، وعندهم وعي ثقافي كبير ودرايه بتاريخ المنطقه. وملي كنقولوا الجبل راه هو بحد ذاته مدرسه. الدحماد ابن دوار ايتيوغا بتيزينتاس هو واحد من السكان ديال الجبل اللي اكتسب تجربه كبيره في الحياه وفي الميدان اللي كيشتغل فيه. بدا الدحماد بقهوه على قد الحال سنه 1992 بمنعرجات تيزينتاس، كيقدم فيها اتاي والقهوه معشبه، واللي معروفه في المنطقه قهوه إفسكان. وملي كتبغي شي مجال لا بد ما تستمر وتبدع فيه. بعد سنوات الدحماد طول المشروع ديالو وزاد فيه غرف وحولوا من القهوه للمأوى بعد ما شاف طلب كبير على المبيت، واللي سماه بمأوى طافوت بحكم المكان الرائع اللي كيتواجد فيه. كتبقى صوره الدحماد الطيبه وحسن المعامله وكرم الضيافه ديالو كتعبر عن المعدن الاصيل لذاك الانسان الامازيغي المضياف اللي اكتسب احترام وحب كبير من جميع الاجناس بالقناعه والتعامل ديالو مع الناس. والعيش في الجبل كينقي القلب من الماديات وكيعلم الانسان الصبر والصمود. الدحماد كباقي سكان اسيف نونزال واسيف نيزكار ما سلمش المأوى ديالو من الزلزال ودمروا كامل. وديك الليله ضيوف الدحماد غادروا لدار البقاء، والسي حماد نجا من الموت بإرادة الله عز وجل، والسبب القطة اللي مربيها واللي كانت كتغوت ديك الليلة بصوت مرتفع وكتمشي وتجي في المأوى بواحد الطريقة في شكل. في ديك اللحظة قال الدحماد مع راسو باللي المشى ضرها الجوع ولا العطش وناض خرج ليها ما تاكل على برا. وديك الساعة تحركات الأرض وقع اللي وقع، والدحماد نجا من الموت. بعد ما شاهد الدحماد وعاش ديك اللحظة الصعبة وشاف الناس من تحت الأنقاض، أكد باللي على أي إنسان يتسم بالأخلاق والقيم الإنسانية ويدير بحق الأخوة ويتضامنوا مع بعضياتهم. وهذا الشيء علاش خاص أي واحد فوق الدنيا ما تغروش ويتعاملوا يدير الخير، حيت غيجي واحد النهار ممكن يودع فيه واحد فينا. دا الحسن تا هو واحد من أبناء الجبال واللي علماتو الحياة الصمود قدام مصاعب العيش، خصوصا ملي ترك المنزل ديالو وسكن في الخيمه، وبطريقته الخاصه كيستعرض الضرر اللي لحق بالمنزل ديالو. تشقق بارك الله على البودرات المليح تشقق ما كتستيحنا غير التشقق سنة له يا واش كنغبي النعاس الكلمه عندنا كريتني ترش شمسرني كلي هيا لا اله الا تشقق خاف هنا هنا الحاله خالد. والحياة في أعالي الجبال صعبة وكتبغي الصبر والكفاح.